بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بحضراتكم في توتوريال جديد من كورس ANSYS Finite Element Analysis Advanced Topics. تعالى بينا مع بعض في المحاضرة دي نراجع بعض المفاهيم الأساسية اللي احنا هنحتاجها خلال رحلتنا في الكورس. من أهم المعلومات اللي احنا لابد نتذكرها مع بعض كده قبل ما نبدأ هو الستريس سترين كيرف. الستريس سترين كيرف، منحنى الإجهاد والانفعال. المنحنى ده من أهم المنحنيات اللي احنا لابد نكون على دراية بيها، لأن من خلال فهمنا للمنحنى ده هنقدر نتنبأ باللي بيحصل للماتيريال أثناء مراحل التحميل المختلفة. ده منحنى الإجهاد الستريس، وده منحنى الانفعال سترين. ده طبعا المنحنى ده تم إجراؤه على عينة شد زي ما احنا شايفينه بالصورة دي. جبنا سبيسيمن شدناها بقوة من الاتجاه ده، وكنا مثبتينها من الاتجاه ده، أو شدناها بقوة مقابلة بنفس المقدار. طبعا الكلام ده بيتم على ماكينة إجراء اختبار الشد. وعيننا الستريس اللي هو بيساوي الفورس على الاريا على الكروس سكشن اريا، ايا كان شكل الكروس سكشن اريا دي. يعني عندنا في الحالة دي شكلها كده. ده لو احنا خدنا سكشن في اتجاه معين، وسجلنا عندي الاستطالة اللي طلعت عندي، وحسبنا من الاستطالة دي السترين. طلع عندي شكل المنحنى ده لو كانت العينة بتاعتي داكتايل ماتيريال زي الستيل أو الألومنيوم، وده شكل المنحنى في البريتل ماتيريال زي الخرسانة كونكريت أو الزجاج أو المواد السيراميكية المختلفة. بالنسبة لمنحنى الإجهاد الانفعال للمواد الدكتايل، أول جزء من المنحنى بيكون عبارة عن جزء لينير ميله بيديني ال E اللي هي بتساوي ميل المنحنى. الميل المنحنى اللي هو بيساوي تان ثيتا، الميل بيساوي ظل الزاوية. فجبنا منها إيه اللي هو المودولس أوف إلاستيسيتي أو اليانجز مودولس أو معامل المرونة. بعد نهاية الإلاستيك زون بعدها بشوية هيبدأ يحصل عندي ييلدنج أو خضوع للمادة، وده هيديني الييلد ستريس. وده الإجهاد إن الماتيريال عنده بتبدأ تتحول عندك من الإلاستيك ديفورميشن تروح للبلاستيك ديفورميشن. يبقى أنت حصل عندك انتقال من مرحلة التشكل المرن إلى مرحلة التشكل اللدن. طب ده يهمني في إيه هنا؟ إذا أنت ألغيت التأثير الحمل على المادة، يعني شلت القوة بي دي، المادة هتسترد أبعادها الأصلية. يبقى إذا أنت لغيت بي هيديك زيرو سترين، الديفليكشن عندك هيساوي زيرو. أما لو أنت في مرحلة البلاستيك شلت القوة، الاستطالة اللي عندك دلتا ال مش هتساوي الصفر، هيكون ليها قيمة. وإذا من بعد اليلدنج سترينث قرارك إن أنت تلغي تأثير التحميل على المادة مش هيلغي الاستطالة اللي حصلت فيها. بعد اليلدنج سترينث بشوية هنبدأ نوصل لمرحلة النيكينج، يبدأ الماتيريال يحصل فيها ريدكشن للكروس سكشن من منطقة المنتصف زي ما احنا شايفين. يبدأ هيحصل عندك رقبة للماتيريال، بحيث إن الكسر يحصل عندك هنا في المنطقة دي. بعد كده بنوصل للألتيميت ستريس اللي هو أقصى إجهاد الماتيريال استحملته، أو التنشايل ستريس، لغاية أما نوصل للفراكشر ستريس اللي هو النقطة اللي الماتيريال هيبدأ يحصل عندك كسر. بالنسبة للبريتل فأنت عندك منطقة الألتيميت ستريس هي منطقة الفراكشر. ده باختصار معنى الستريس سترين كيرف. بنستفيد إيه من الستريس سترين كيرف؟ إن إحنا بنقدر نتنبأ بسلوك الماتيريال أثناء عملية التحميل. طبعا كل ماتيريال ليها ستريس سترين كيرف، ولكن زي ما احنا قلنا في الأول إن الستريس سترين كيرف ده تم على إجراء شد تنشايل. طب افرض أنا الحمل عندي حمل غير التنشايل ستريس، يعني مثلا عندي بيندنج، عندي شير. هنتعامل في حاجة زي دي ازاي؟ تعال نرجع مع بعض كده أنواع الستريس.
الستريس عندي زي ما احنا عارفين نوعين: نورمال وشير. قلنا ان النورمال ده ممكن ينقسم لانواع: تنشايل، ممكن يكون عندي كومبريجن، ممكن يكون عندي بندنج. ده بالنسبة لأنواع النورمال. الشير ممكن يكون عندي دايركت شير ستريس أو بينون شير ستريس، ممكن يكون عندي تورجن عزم لي، ممكن يكون عندي ترافيرس شير ستريس. ده أشهر أنواع النورمال ستريس والشير ستريس. دول بيتجمعوا جمع جبري، يعني بالإشارة الموجب والسالب. التنشايل هنخليله إشارته موجب، والكمبريشن هنخلي إشارته سالب ونجمعهم مع بعض. والشير ستريس كذلك هيتجمعوا جمع جبري أيا كانت الإشارة. دي أشهر أنواع الستريس اللي ممكن تقابلنا. لو كانوا نوعين مختلفين كنا بنلجأ لطرق تانية في ال inclined plane stress بنقدر نجمع منها الإجهادات دي. طيب دلوقتي أنا الاختبار عندي تم على عينة شد، هنقدر إزاي نتنبأ بسلوك الماتيريال في الإجهادات المختلفة دي؟ فعندي طرق كتير ممكن تحل لي الموضوع ده. من أشهر الطرق دي هي الفون ميسيز ستريسز، اللي بتقدر تديني قيمة الماكسيموم ستريس اللي أقدر من خلالها أبني الديزاين بتاعي. قيمة الفون ميسيز ستريس دي من أشهر الطرق اللي بنستخدمها. حتى لما نروح لبرنامج الأنسيز هتلاقينا بنعتمد على الفون ميسيز في عرض قيم الماكسيموم ستريسز. لازم تاخد بالك إن الماتيريال من أهم الفاكتورز اللي بتأثر على الفانكشن بتاع التصميم بتاعك. طيب زي ما احنا قلنا إن المشروع اللي عندي أو البروبلم اللي موجود عندي ممكن نحلها بطرق كتير، زي مثلا الحل اليدوي أو الحل بالبرامج المختلفة. فتعالى مع بعض نراجع الطرق اللي احنا كنا ممكن نحل بيها المسألة. عندك الطرق اليدوية. الطرق اليدوية دي اللي هي عندك قانون، القانون ده هتبسطه وتبدأ تحل بيه، تبدأ تفرض عوامل وتتجاهل بعض المتغيرات عشان تسهل من الحل. ودي الطرق المنتشرة في المراجع. وطبعا لكثرة استخدام الطرق دي حطيناها في جداول بحيث نسرع من عملية الحساب. مش في كل مرة ينبغي عليك إن أنت تقوم باستخدام القانون. فأنت بيكون عندك جدول، الجدول ده بيديك قيم معينة مثلا زي قيم الديفليكشن أو قيم المومنت في حالة تحميل معينة. أول طرق الحساب دي هي استخدام الجداول. الجداول دي بتبقى عبارة عن جداول تم إعدادها مسبقا باستخدام المعادلات الخاصة بالقوانين. خدنا المعادلات دي وبسطناها وافترضنا بعض الفروض وطلعنا القيم اللي تلزمنا وحطيناها في جدول بحيث يسهل علينا من عملية الحل. مش شرط في كل مرة استخدم القانون. ودي كانت أحد أقدم الطرق اللي استخدمت في بداية الثورة الصناعية، إن إحنا حسبنا بعض القيم المشهورة لبعض الابليكيشنز المتنوعة زي مثلا البيمز باعتبارها من أكتر التطبيقات انتشارا، وحطينا القيم دي في جداول وفي كل مرة بنخش ناخد القيمة مباشرة. بعد كده الدنيا اتطورت شوية وظهر عندك الكمبيوترز، وبالتالي لجأنا إن إحنا بقينا نعمل برامج. البرامج دي هندخل فيها المعادلات كبارامتر ونبدأ ندخل الانبوت عندنا ونبدأ نحل البرامج ونبدأ نحل البروبلم باستخدام البرامج دي. البرامج دي ليها GUI أو Graphical User Interface، ليها يوزر انترفيس، ليها واجهة مستخدم بتقدر تدخل القيم بتاعتك. يعني مثلا البرنامج اللي معانا ده برنامج الإكسل، دخلنا بعض القيم للمتغيرات، قدرنا طبعا نعمل المعادلة بتاعتنا مرة واحدة
وكررناها وغيرنا البارامترز اللي من المفترض إن هي تتغير في المعادلة دي، وقدرنا نرسم شارت للمتغيرات اللي طالعة عندي. وده كان التطور التاني في طرق الحل، إن إحنا بدأنا نستخدم الكمبيوتر وبعض برامج الكمبيوتر إن إحنا ندخل المعادلات أو القوانين عندنا، ونبدأ نغير من قيم البارامترز المختلفة، ونحل المعادلات دي عدد أكبر بكتير من المرات، ونقرب من دقة الحل المطلوب. بعد كده ظهر عندنا ال Finite Element Analysis، وده بكل بساطة إن إحنا بقينا نقسم التصميم بتاعنا لinfinitesimal elements ببعض العناصر الأصغر في الحجم، ونبدأ نتعامل مع كل عنصر بشكل منفصل، وفي النهاية خالص نجمعهم ونوصل للحل اللي إحنا عايزينه. يعني مثلا لو أنت جيت شفت روبوت أرم زي ده، هتلاحظ إن هو متعرض لأنواع مختلفة من الإجهادات، يعني complex stresses موجودين عليه، وبالتالي هنبدأ نقسمه لعناصر أصغر. العناصر دي ممكن تكون مختلفة في الحجم، وأحيانا بتكون مختلفة في الشكل، وفي النهاية خالص بنبدأ نسولف على كل element من دول، ونوصل في النهاية للحل اللي إحنا عايزينه. من أشهر التطبيقات اللي إحنا بنشتغل عليها تطبيقات السوليدز وفي الفلويدز. يعني إحنا كمهندسين إزاي ممكن نستخدم finite element analysis، أو إيه التطبيقات اللي ممكن نستخدم فيها finite element analysis؟ بنستخدمها في حل دومينز زي السوليد دومينز والفلويد دومينز. من أشهر التطبيقات اللي بنستخدمها في الفاينانت إيليمنت أناليسيس أو في السيموليشن سوفت وير هو برنامج الأنسيز، لأن برنامج الأنسيز يعتبر برنامج ضخم فيه كل التولز اللي ممكن المهندس يحتاجها في إن هو يعمل سيموليشن أو فاينانت إيليمنت أناليسيس للتطبيق اللي موجود عنده.